واحد بيقول لي على اساس عم تعطي شيء يفيد البشر. يس اوف كورس. او مثلا الكومنت ده مثلا، انا في الدوره عامله علامات للشخص معدوم الثقه بنفسه. كان من ضمن العلامات دي انه دائم لما يلاقي حد بيتكلم في حاجه، بيتكلم في نفع، بيتكلم في خير، يحب يخش يهاجمه. ليه؟ لانه نفسيته قلبه مش قادر انه يشوف حد تاني ممكن يكون بيعمل حاجه وهو قاعد مكانه ما بيعملش حاجه. والتاني حاجه بيبقى دائم النقد من ورا الاكونت الفيك، دائم النقد من جوه، ما يعرفش يقول الكلام وش في وش، ما بيفهمش يعني ايه اقناع، نقده دايما بدون اي نقاش ولا معنى، على اساس عم تعطي شيء للبشر مش عارف ايه. ده شخص غير واثق في نفسه. وعشان كده في ناس بقى لما بتجاور هذا الشخص غير الواثق للاسف بيوصل لها عدم ثقه. ده معلش طبعا انا اديت له قيمه بس مش ليه هو بصراحه، بس انا خدته كاكزامبل لمعنى اني اكون معدوم الثقه في نفسي واتاثر. انا عايزاك تشوف معدوم الثقه في نفسه كده، تعرفه كده. تعالالي تعالالي يا كل وحش تقولوا لي معناه ان انا كويسه. انت زمان انا كنت بديك قيمه واسمع الكلام ومش بس اسمعه، ده ياثر فيا وياخد من قيمتي. هزلا، ده انا مستحيل هعمل كده تاني. طيب ايه والله دي بتنصب يا جماعه، بتهبد. بص في ناس كده ايه، الواحد ايه كده بينبسط لما بيشوفهم، لان في حاجه بتقول لك انك انت لو ما بتعملش تاثير، لو انا الفيديو بتاعي ما وصلكش فانت مش هتعمل كومنت، صح؟ فكل ما تحس ان الناس بتهاجمك حس ان هم مبهورين من الفكره وعقلهم يا عيني مش قادر يصدقها، مش قادر توصل له، مش قادر يتخيل ان في فعلا حاجه حلوه كده، ان في فعلا حد ممكن يتغير وممكن تبقى ثقته بنفسه يعني شيء كبير زي كده. بالعكس تلاقيه بقى داخل ايه، يعاكس كده في السكرته، داخل بقى يتفرج على افلام اباحيه مش عارف فين، داخل ايه. هي دي للاسف الاشخاص اللي ممكن تكون دمرت ناس من انظف ما يكون. ليكي عايزه حل فكره ان اتعلق بشخص وانا الارتباط والحب كفكره رفضاها، اعمل ايه؟ ما هو رفضك لفكره الحب والارتباط ده نتيجه لخوفك من التعلق، او انت لسه في حاله تعلق بشخص ما فمش قادره تخرجي من الحاله دي، فخايفه ترتبطي بحد ما تبقيش مخلصه، اما ان انت اوريدي خرجتي من علاقه وموجوعه جدا فمش عايزه تكرري الوجع ده تاني مع اي حد جديد. فك التعلق موجود، فك التعلق شيء اتنبل ابليكابل قابل للتحقيق، بل بالعكس فك التعلق ده اقل قدراتك. اسمعي الكلمه مني كده، فك التعلق ده اقل قدراتك اللي ربنا اداها لك. انت كأنثى وانت كرجل ربنا سبحانه وتعالى ادانا عدد لا نهائي من القدرات والكنوز الدفينه اللي ما حدش يقدر ياخدها منك ابدا ابدا. من اهمها الاحياء. انت تعرفي تحيي نفسك تاني، تعرفي ترجعي تاني قويه غير متعلقه. التركيز، تعرفي تركزي. الذكاء، تعرفي تفهمي ايه الفكرة اللي موصلاكي للتعلق وتنسفيها وتشيليها. المثابرة، تعرفي تركزي بقى في كل الخطوات اللي انت عملتيها دي وتعيديها مرارا وتكرارا لحد لما توصلي للي انت عايزاه. والله نسف التعلق اقل قدراتك. احنا عايزين اكتر من نسف التعلق، احنا عايزين انجاز بقى، عايزينك تبقي ست ناجحه بقى، عايزينك تخسي وعايزينك تعملي وعايزينك تنشئي نشء قوي وعايزينك تتدربي وتدرسي وتتعلمي. كم كتاب قريتي الشهر ده، كم كتاب قريتي السنه دي. هنقف احنا بقى عند حته التعلق دي، هنعطل. انت رايحه تسوقي عربيه 4x4، عربيه جيب كبيره ومش عارفه تطلعي بيها من الجراج، لا
هتقدري وهتطلعي وهتعملي كل اللي انت عايزاه بعون الله. لو بشوف نفسي وحشه كشكل، هل دي قله ثقه بالنفس؟ طبعا طبعا. هقول لك تسريبه بسيطه كده. الجسد، الفلوس، العربيات، كل ما هو مادي، كل ما هو مادي هو بدلة انت لابسها في يوم محتوم، هتقلعها وتطلع روح. ولذلك انت النهاردة في دنيا تعملي فيها ايه؟ بما يرضي الله. بمشي بما يرضي الله، بقوي نفسي باللي ربنا مديهولي. ربنا دلوقتي يعني سوري مثلا ممكن يكون مديكي انف كبيره، طالما ده حاصل يبقى هو ده افضل ما انا عليه، وده لا يقلل مني في شيء. لكن الشغل اللي اشتغله هو ايه؟ شغل قيمي، شغل على القيم، شغل على مستوى الاخلاق، شغل اطلع بيه لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون. ده اسمه ايه؟ ده عمود من الاعمده الرئيسيه اللي احنا هنتكلم فيها. النهايه. غمض عيني دقيقه. لو عايزه تعملي تمرين يخلصك من المشكله دي، انا هديكي تمرين صغير بس كده تعمليه. غمضي عينيكي معايا دلوقتي وتخيلي انك انتي بتطلع روحك من جسدك، بتموتي. ما تتخضيش، انا دلوقتي بموت. البدله اهي، الجسد اهو، انا طلعت. بتسألني الملائكة من انت؟ من انت؟ مفيش حد هيعرف يجاوب على السؤال ده الا الواثق، لان اللي مش واثق ما عندوش اجابه. ليه؟ لانه شايف ان هو انا شخص، انا مهندس فلان الفلاني، ملوش لازمه. مهندس ايه؟ انت سبت البدله خلاص في الارض. انا جميله الجميلات فلانه الفلانيه، سبت الجسد وسبت الدنيا وسبت كل حاجه. انا صاحب اجانس سيارات مش عارف ايه، انا اميره، انا شيخه، انا كل ده ايه؟ قلعته وانت طالع. مين اللي هيعرف يجاوب؟ اللي فهمها، اللي عمل حسابه على السؤال ده. فانتي لما تبقي بتشتغلي عشان اليوم ده، عشان تبقي متميزه، هيفرق معاكي مناخيرك كبيره ولا صغيره؟ اللي يشوفها وحشه ما يشوفها. انت عيان يا عيني، غلبان، مش فاهم اللي فيها، ما عندكش ثقه في نفسك. لانك لو عندك ثقه في نفسك او في ربك كنت هتعرف ان الناس ما بتتقاسش بالحاجات دي. لكن بما انك حكمت عليا وقست عليا ان انا كويس او وحش عشان مناخيري كبيره او مناخيري صغيره، يبقى انت بتحكم كده على نفسك انت شخصيا وتعبان. ولو طلعت لك حبايه في وشك هتعيط، لان انت بتفكر بالطريقه دي. فانت تعيس، فانا مش هسمح لك تتعسني. عارفه ليه؟ لان كله هيكبر، لان هتتساوى الرؤوس. يعني بعد شويه وقت هتتساوى الرؤوس، الحلوه والوحشه والطويله والصغيره والرفيعه، هتتساوى الرؤوس. وقت ما تتساوى الرؤوس ايه اللي هيحصل؟ انتي محصنه، انتي واثقه. الناحيه التانيه ميت. ليه؟ هو ولا حاجه غير شكله، هو ولا حاجه غير مظهره، هو ولا حاجه غير عربيته، هو ولا حاجه غير ضحكه الناس، هو ولا حاجه غير باي باي ازيك عامل ايه حبيبي صاحبي، هو ولا حاجه من غيرها. لما هي راحت ايه اللي حصل؟ تلاقي بقى انتحار، وتلاقي بقى دايما اكتئاب، وتلاقي لما تبقى سيدة الشاشة مش عارف مين واحسن واحدة في الدنيا، وتيجي تكبر ما تقدرش تطلع على جمهورها بشكلها ده. ما هذا الكم من عدم الثقة؟ فهمتي؟ فلما انت تكوني شايفة شكلك كده، لا بصي لنفسك في المراية وقولي ايه؟
لا يا رب، إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنت هتعيبي على صنع الله؟ أنا هعيب على صنع الله؟ ما دام خلقك كده يبقى ده أحسن حاجة أنت عليها، وما دام ده حصل يبقى هو عايز يقولك بصي للحاجات التانية. أنا بحميكي إنك تعلقي نفسك بشكل، أنا بحميكي. اللي بيكبر وبيعيش وبيعمل بيوت وبيولد حب مش المناخير ولا العينين ولا كل الكلام ده، الغنى اللي جوه قد ايه انت بتتطوري وبتكبري. انت حاجه عظيمه. ننضف، ناخد بالنا من شكلنا، بس مش عشان نسمع كلمه من حد، لا، عشان ابقى مثال لاولادي، عشان التخن دي حاجه وحشه لصحتي، عشان اعرف البس لبس من غير ما احس ان انا فيا حاجات ملفتة، عشان ما بقاش بكرش وادي مثل للناس ان واحد زي انا بكرش، فالناس تقول لك طب ايه المشكلة، ما كله تخن. قيم، عمالة بعمل ايه؟ بحط قيم وابنيها واغذيها.